بسم الله الرحمن الرحيم. في ناس كتير كانت بتسأل ايه الأدوات اللي ممكن نستخدمها كمبتدئين في مجال الجلود. علشان كده النهاردة هنتكلم عن أهم الأدوات الأساسية اللي بنستخدمها واللي نقدر نبدأ بيها بسهولة. هنعرف استخدام كل أداة وإيه المهم منها. يلا نبدأ. أول حاجة معانا هي الكاتنج بورد أو لوحة التقطيع، دي اللي أنا بقطع عليها الجلد بتاعي. طبعا زي ما احنا شايفين ده المقاس الكبير، دي مقاسها 58 في 43. في كمان مقاسين اصغر من دي، في مقاس وسط ومقاس صغير. طبعا انت بتجيبيها على حسب استخدامك، يعني لو انت بتشتغلي حاجات كبيره، يعني مثلا بتقطعي قطع جلد كبيره، خلاص ممكن تجيبي الكبيره ديت او تجيبي الوسط. لكن لو انت بتعملي مثلا حاجات صغيره زي محافظ او كراته او حاجه صغيره اكسسوارات مثلا، ممكن تستخدمي الصغيره خالص. وبالنسبة بقى للمسطرة، دي المسطرة المعدن، دي الصغيرة مقاسها 30 سنتي. طبعا انا بستخدم المسطرة المعدن لاني بستخدمها كمان في التقطيع مع القطر، ما ينفعش استخدم اي مسطرة تانية. في منها الحجم الكبير زي ما احنا شايفين، دي طولها 60 سنتي. طبعا انتي في البداية ممكن تجيبي الصغيرة بس تستخدميها، مش لازم تجيبي الكبيرة دلوقتي. ودي المسطرة الزاوية او مسطرة حرف ال، زي ما احنا شايفين بيبقى ليها زاوية قايمة. دي مهمة جدا جدا لما باجي ارسم الباترون بتاعي. دي طبعا بتظبط الباترون بتاعي وبتخليني ارسمه صح من اول مرة. زي ما احنا شايفين انا ابتدي مثلا احطها على الباترون بتاعي وارسم من هنا مثلا زاوية قايمة، وابتدي اعدل المسطرة او اعملها على الناحية التانية وابتدي ارسم الزاوية التانية، فبالتالي ما بيحصلش اي لخبطة في الباترون بتاعي والمقاس بتاعه بيطلع مظبوط. بالنسبة بقى للشاكوش، في الشاكوش اللي احنا شايفينه ده، وفي الشاكوش التeflon. طبعا الشاكوش التeflon ده بيبقى جميل جدا، وفي الشاكوش اللي هو الخشب. فانت المناسب ليكي بتقدري تشتريه، يعني على حسب انت حابة تشتغلي بايه. وطبعا المقص ده اساسي معايا. في المقصات برضو احجام، انت بتشتري الحجم اللي يناسبك، مفيش مشكلة خالص، ممكن ما هو مقص واحد بس يأدي الغرض معاكي. وده برجل العلام، طبعا ده من الادوات المهمة جدا اللي بنستخدمها. انا بوسعه وبضيقه على حسب المسافة اللي انا عايزاها، ممكن افتحه على نص سنتي او سنتي او اكتر زي ما انا عايزة. ده طبعا اللي بحدد بيه الدوران بتاع قطعة الجلد بتاعتي عشان التخريم والخياطة. اما بقى بالنسبة للقطر، لازم طبعا يكون السلاح بتاعه حامي جدا عشان يقطع معايا الجلد بسهولة. طبعا في منه برضو حجم اصغر، بس الحجم ده مناسب جدا للتقطيع او لتقطيع الجلد يعني. وبالنسبة للسلاح بتاعه بيتغير، يعني انت بتشتري وانت بتشتري القطر بتشتري له السلاح بتاعه وتقدري تغيريه بعد كده. اما بقى بالنسبة للخيط، طبعا الخيط فيه منه الوان كتير جدا. انت في البداية كمبتدئة مثلا بتشتري الالوان اللي بتناسب قطع الجلد اللي انت شارياها او الالوان اللي تمشي معاها، مش لازم تشتري الوان كتير. وبالنسبة للإبر، دي اسمها إبر كانفا، دي اللي بنستخدمها في الخياطة. بالنسبة بقى لشوك التخريم، دي اللي بنخرم بيها الجلد عشان نخيط. في منها الست سنون زي ما احنا شايفين، وفي كمان منها الأربع سنون، وفي الزوجي اللي هو سنين بس، وفي كمان الفردي ده بيبقى سن واحد. طبعا في البداية انت ممكن ما تجيبيش الستة اللي هو الست سنون، ممكن تجيبي بس الأربعة وتجيبي الزوجي وتجيبي الفردي. ده السنبك اللي انا بدق بيه الترامس، وهيظهر لك على الشاشة دلوقتي من فوق فيديو ازاي انا بركب الترامس، تقدري ترجعي له. وده السنبك اللي انا بدق بيه او اللي بركب بيه الكبسونة التكتاك. هيظهر لك برضو دلوقتي لينك على الشاشة من فوق عن طريقة تركيب الكبسونة التكتاك. اما بالنسبة دول السنابك اللي بركب بيهم الكبسونة السوستة. هحط لك دلوقتي برضو على الشاشة من فوق لينك الفيديو اللي انا بشرح فيه طريقة تركيب الكبسونة السوستة.
واخر حاجة اللوحة اللي قدامنا دي اللي انا بخرم عليها الجلد. بحط عليها قطعة الجلد بتاعتي واجيب الشوكة بتاعت التخريم وابتدي ان انا ادق واخرم الجلد. ودي كانت اهم الادوات الاساسية للمبتدئين. طبعا في ادوات تانية كتير في الجلود احنا نقدر نجيبها، بس انا حبيت ان انا اوريكم بس في الاول الادوات الاساسية ايه اللي ممكن نبدأ بيها، وبعد كده ان شاء الله هنعمل فيديو عن باقي الادوات. طبعا في ادوات كتير خاصة بالتلوين والرسم والدق والحفر والتأبيب، دي كلها ادوات يعني بعتبرها ادوات متقدمة شوية، ان شاء الله هنشرحها بعد كده في فيديو منفصل. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد.